مرحبا بكم في كويزين عفاف. اليوم باش نعمل لكم غريبه بورجوا. الغريبه بورجوا هذه متكونه طبقه حمص والباقيه فاكهه، سواء كان بوفريوه والا بيستاش. للمكونات هذه باش نهتم بمرحله اولى بمكونات الغريبه، هي الباز الاساسيه. ناخذ 250 غرام حمص، عليهم 200 غرام فرينه، عليهم 60 غرام نشا، حطيت سكر 200 غرام. بالنسبة للزبدة والزيت 120 غرام 124 غرام، كافيين 120 غرام. إذا 80 غرام حطيت زيت و40 غرام زبدة. به مش نحيو الفاكهة على شيرة ومش نهتم بالمراحل الموالية من بعد نعطيكم كيفاش باش نخدموا طبقة تاع فواكه. نخلط كل المكونات، فرينة، سكر ونشا، الزبدة نحيت منها الحليب، خليها ديما ناقصة زيت، باش نرحيها بزيت باش تطلع الغريبة شادة روحها ما تتكسرش. تخلط العجين، انا شادد روحه باهي. توا باش نحط نرحيها، في الراحية الأولى تبدا يابسة شوية، ما نكثرش عليها. باش نواصل الرحيان، باش نقول لكم قداش من مرة رحيتها من بعد، ونوريكم كيفاش بعدها نوريكم المراحل طريقتي في عملان الفاكهة. خاطر لا نزيد لا زيت لا نزيد حتى شيء، باش نوريكم كيفاش نعمل الفاكهة من بعد، ونعطيكم أحكار الفاكهة، الفستق وكيفاش شنو قداش الفستق وقداش نحط معاه لوز وكيف البوفريو. نرجع لكم بعد شوي. نكمل في الراحية الثالثة هذه. بالنسبة للغريبة الحمص، إذا مش منحبش نرحي برشا 5 مرات و7 مرات كما قبل، كما كنت نرى فيهم قبل، هو يقول لك ديما، خاصة هي اللي يرحيوا لها برشا هي الغريبة الصباع اللي نطلعوها سوابع. أما بالنسبة للغريبة هذه 3 رحيات كافيين. أنا ديما نخلي نصحب الأحكار 120 سوائل، ونخلي مغرفة على شيرة نرحيها الراحية الأولى. إذا لقيتها مازالت بودر نزيد مغرفة تاع أكل، هذية مش مكونة، مغرفة عادية، ونعاود نلمها ونزيد رحيتين أخرين. وساعات 120 125 الماكسيموم هذاك في السوائل كي نحطهم 125 غرام، نعملها 3 رحيات تجيني بالضبط، لأنها تفرق سواء الحمص الفارينة، هذا اللي يفرق. هذه الرحية الثالثة والأخيرة نكونوا كملنا رحيانها. توا معناها يلزمك توسع بالك، ما تحطش كل في كل تصدم. إذا مش تحط 125 غرام ما تفوتش، ورحيها 125 غرام سوائل وما تفوتش. أنا حطيت 120 ورحيت الرحية الأولى، لقيتها مازالت بودر، زدتها مغرفة تاع أكل، وواصلت الرحية الثانية والثالثة. هذه الرحية الأخيرة ولات تتلم. فوالا هكا كافية، هانية شادة روحها، حاجتيش بيها قارة برشا زيت، كافية باش نخدم بيها. من بعد نرجع لها. توا باش نوريكم طريقة خدمة الفاكهة. ماء وبلا نجي للفاكهة. حكار الفاكهة عندي الفستق واللوز، عندي البوفريوة واللوز كيف والسكر. بالنسبة للنص الرطل هذا اني خذيت نص الكميات باش نعطيكم الكمية. البوفريوة ناخذ 180 غرام بوفريوة، عليها 70 غرام لوز. البوفريوة يلزمها تكون مقلية باش تطلع بنتها قاليتها، وساعات سخنها شوية باش نجم نرحيها بالميكسور تو. ومعاها 50 غرام سكر. ذن للبوفريوة 180 غرام بوفريوة، 70 غرام لوز، 50 غرام
سكر، تنجم تحط حتى اكثر من هيك، انت وش تحب الحلاوه. اماني راه الفاكهه ديما حلوه بطبيعتها. بالنسبه للفستق 190 جرام، عليهم 60 جرام لوز و60 جرام سكر. راهو نجم حطيت اللوز على اساس اني مش نربح، مش ما تطلعليش تكلفه برشا. باش ناخذ لاباري باش نبدا نرحي الفستق. ناحيه فيها الفستق هي ديجا، باش نحط فيها الفستق، السكر هذايا، السكر باش نبدا نرحي ونراقب الرحيين باش نشوف. تاخذها نزيد بودر نزيدها. فما اللي يزيد الزيت، اني ما نزيدش بكل صراحه. ناخذ الفستق نتاعنا البلدي ما نقليشي، هو بيدو زدت. وعلاش نحط اللوز؟ باش نربح، باش تطلع لي التكلفه اقل ما يمكن. راهو راني البات نجم نزيدها شويه، وحتى هيك نخدم بها ما تقلقنيش. باش نزيدها شوي. توا حطيت البفريوه واللوز، السكر. البفريوه ما تستحقش تحط لها لا تزيد زيت لا تخلطها بالزيت، على خاطر هي بيدها تقر الزيت. نعس عليها وبرا مش ما تطلعليش برشا ملمومه. نجم نحسها مش كي نحلها، اذا لقيتها محلوله برشا مش نزيدها شويه بودر. عندي قوالب هذوما، عندي المربع، عندي الدمعة، وعندي الهلال. طريقة اللي توا موجودة ناخدو حمص، البفريوة، ونرجع للحمص وهكا. ننزل شوية مش برشا، بعد كالي نخرجها. شفت هيك لفات البفريوة خارجة، تعرفها اللي هي تزيد، نجم تزيدها، لازمها توقف متماسكة مع الحمص باش تكون في الوزن، خاطر هذوما أرزن. باش نزيد بودرة للبفريوة، يعني شفتوها؟ هلا هذا موتيف. باش نزيد شوية بودر البفريوة ميقلقش، لازمها تكون متماسكة في نفس السمك هذايا.
مربع. هاني متماسكة، خذت حقها. شفتوا كيفاش وريتها لكم بطريقة مباشرة باش تعرفوا. عنا الجنابات قد قد واخذين بعضهم، مش خارجة على برا. فما الموتيف هذا هو مش عالي، باش نعملو على زوز الوان هكا هو. على يعني هذه طبقتين بفريوة وحمص. باش نوريكم الموتيف. خاطر الغريبة سنسيبل كي تبدا عالية برشا تفتفت، حتى ولو تخدمها وتتقن. باهي اني هذه راها الموتيف برشا عالية. هذوما هما اللي بطريقة اللي يعملوا فيها البرا، اما بالنسبة لياني نحسها برشا عالية، اكثر من نص سنتيمتر كل طابق. هو مزيان صحيح، فخامة مزيان. باش نوريكم الطريقة اللي نخدم بها اني. الحلو هذا تحب له وسع البال وتحب له وقت، والإنسان قد ما تعطيه انت من وقتك وتبدأ تخدمها الحاجة تحبها قد ما تطلع لك ناجحة. باش نواصل بنفس الطريقة. شنو مازال ما وريتكم أنا طرق مختلفة، وانتوما بإمكانكم تبتكروا وتبدعوا، تاخذوا الباس وبعد كالي كل واحد يختار القلب اللي يحب، وتختار الموتيف اللي تحبها باللي شادة روح، ما تخافش منها. هذوما الكعبات اللي خدمناهم توا مع بعضنا. مش نواصل العمل، يعني مش نواصل نكمل العجنة، ومن بعد كالي وقت الديكور نرجع لكم ونوريكم كيفاش نزينوهم وكيفاش نطيبوه. حضرت الطبق توا باش نمر لمرحلة الزينة. الزينة هذه خذيت فستق بودر، فستق مهروش، وبفريوة بودر وبفريوة مهروشة وكعب. وانتوما كلها أذواق. هي مثلا نجي لهني على بتاع الفستق ونحط شوية بيض، وناخذ كعبة الفستق نقسمها نحطها
بالزينة هذه والفخامة هذه، تعمل للعيد غريبة حمص منوعة هكا، تعطي أشكال وألوان ويبدأ صحن مزيان. تخدم موتيفات متنوعين، تزيين بلاتو. بالنسبة للتطيب أني في فوري نطيبها ساعة كاملة، مش تقعد لي الفاكهة مزيانة والتطيب وتطلع تطيب على هدا. نغطيها هكا بابي كويسون ونحطها على 150 درجة ونقعد طيبها ساعة كاملة. كيما ندخلها تخرج طايبة، حمرة شوية من الأسفل من اللوطة من اليمين، وتطلع لي طايبة وبنينة وطابت وخذت حقها في الطبخ. نرجع لكم بعد للتزيين. ان شاء الله عجبتكم وصفتي، وان شاء الله تعجبكم باش نعمل لكم وصفة اخرى بالغريبة صوابع تكون محشية بالفستق والبفريوة في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله جربوهم وتعجبكم، ولا محالة ثبتوا فيهم تتبعوهم وحاولوا تعملوا كما قلت لكم الوصفات، وتطلع كلهم بقدرة الإله يطلعوا ناجحين.